السلام عليكم. من بعد ما كيسالي المفعول ديال الشعارات الكبيره، ومن بعد ما كتطفى الموجه ديال العالم كامل حاسدنا وكيستهدفنا، كيبقى السؤال واحد اللي كيطرح راسو بقوه: فين حنا واقفين فعلا؟ هذا الفيديو ماشي باش نعاير ونسب، وماشي ديال التطبيل ايضا، ماشي باش نطبل، ولكن باش نهضروا بلغه الارقام والعقل، وبدون تهويل وبدون سوداويه ايضا. واول حاجه غنهضروا عليها هو التعليم والمعرفه. خلونا نبداو من الاساس. المغرب في التعليم مازال كيتصنف في مراتب متوسطه الى متاخره في مؤشرات المعرفه وجوده التعليم. المشكل ماشي في النقاط، ولكن في الاكتظاظ وضعف التكوين والفجوه الكبيره بين المدرسه وسوق الشغل. كاينين اصلاحات وكاينين مخططات، ولكن المواطن مازال ما حاسش بالتغيير الحقيقي في حجره الدراسه وفي القسم، وكذلك في الفرص ديال الادماج من بعد التخرج. ثاني حاجه الصحه والتنميه البشريه. الصحه كاين واحد التوسع في التغطيه الصحيه، وكاين واحد الوعي بان الحق في العلاج اساسي، ولكن الواقع اليومي كيقول انه كاين نقص في الاطباء، وكاين ضغط على المستشفيات العموميه، وكاين تفاوتات واضحه بين المدن والقرى. المؤشر ديال التنميه البشريه كيبين ان المغرب غادي في تحسن، ولكن تحسن بطيء وماشي بنفس الوتيره عند جميع المواطنين وعند جميع الطبقات. ثالثا المؤسسات والحريات. المؤسسات ومحاربه الفساد، كاين خطاب رسمي، كاينين قوانين، كاينين مؤسسات، ولكن الاشكال الحقيقي هو التطبيق. الثقه ديال المواطن في المؤسسات مازالت مهزوزه. وحريه التعبير والصحافه كتعيش كل مره شد لي نقطع عليك باستمرار، وهذا الشيء كيأثر مباشره على جوده النقاش العمومي وعلى الإحساس بالمواطنة. رابعا المعيشة وجودة الحياة، وهنا كنوصلوا مباشرة للجيب ديال المواطن، والجيب ديال المواطن ما كيكذبش: الغلاء، تضخم، ارتفاع كلفة السكن والنقل. رغم برامج الدعم والحماية الاجتماعية، الإحساس العام عند بزاف ديال الأسر هو أن الدخل ما بقاش كيكفيهم، وأن الضغط النفسي ولا جزء من الحياة اليومية ديالهم. خامس حاجة الجانب الرياضي. الجانب الرياضي قصة نجاح حقيقية. دابا خصنا نكونوا منصفين الإخوة. المجال الرياضي خصوصا في كرة القدم هو واحد النقطة ديال الضوء حقيقية. نصف نهائي كأس العالم 2022 ما كانش صدفة، كان نتيجة ديال التخطيط والتكوين واستثمار طويل المدى. عندنا بنية تحتية متطورة، عندنا حكامة أوضح، كاين ربط مباشر بين المسؤولية والنتيجة. والرياضة ورات لنا واحد الحاجة مهمة بزاف: إلا كان المشروع واضح وكانت المحاسبة حقيقية، النتائج راه كتجي في الآخر. ولكن الخطأ الكبير هو أننا نستعمل النجاح الرياضي باش نغطيو به على الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية اللي باقا قائمة. الخلاصة: المغرب ماشي بلد فاشل وماشي بلد ناجح في كل شيء، هو بلد فيه إمكانيات ويقدر ينجح ملي كيتوفر واحد الوضوح في الرؤية، واحد الحكامة حقيقية، وتكون المحاسبة ماشي غير الشعارات. نجاح الرياضة خاصو يكون نموذج ماشي ستار، والحل ماشي في جلب الذات ولا في بيع الوهم، ولكن في أننا نهضروا على المشاكل بوضوح ونطالبوا بتعميم نماذج النجاح على التعليم والصحة والعيش الكريم. حيث في الأخير الشعارات كتسالي والواقع هو اللي كيبقى.